أنا اسمي رهف، أنا من عفرين. يعني أنا أجيت مثلا بالشام، تربيت بعفرين يعني، وبعدين يعني مثلا انضميت بين رفقاتي. يعني تأثرت إنه مثلا بالقائد والشهداء، يعني مثلا هذا تأثري الكبير إنه أنضم بيناتهم، انضميت بيناتهم. يعني مثلا يعني الحياة مثلا بين رفقاتي يعني كتير كويس. مثلا شان نحن هدفنا مثلا عم نقاوم مشان القائد، يعني مثلا شان الشهداء كمان اللي عم بروحوا. يعني ما فينا انه نبرك بالبيت ووطننا، يعني عم بروح شان العدو. يعني انا ما بتقبل على حالي اهتم بالبيت مثلا العدو عم بهجوم، خاصة شي عفرين. يعني لما اخذ عفرين، يعني انا كنت عايشة بعفرين، مثلا كان يعني كتير مثلا رفقات كانوا فيها، كان كتير حلو. اما بعدين ما تقبلت على حالي اطلع من عفرين وما انضم بين رفقات، انضميت. يعني هدفنا نحن واحد. يعني انا بتمنى مثلا اي رفيقة بنت تنضم بين رفقات، يعني يكون كتير منيح مثلا شان الوطن، مشان يعني كل شي بين رفقات. يعني مشان المرأة تعرف حالها، تعرف حقوقها مثلا. يعني بين رفقاتي مثلا الإنسان بيعرف نفسه، بس أنا كنت ما أعرف نفسي. قبل لما انضميت عرفت نفسي، عرفت شو أنا، شو هي المرأة مثلا. هاي التأثر. يعني مثلا نحن ما بنتقبل على حالنا نبرك مثلا أطفال صغار عم بتروح، وأنا بتمنى أي مرأة تيجي تنضم بين الحزب. يعني مثلا تعرف حالها، تعرف قديش عندها قوة، تعرف قديش عندها في مقاومة. مثلا أنا يعني ما بتقبل إنه مثلا أردوغان يجي ياخد مناطق تبعنا، مثلا جريس بي، عفرين. يعني أنا بتمنى الكل ينضم، يعني ولا واحد، يعني ما في تفرقة بيناتنا. نحن مثلا بالحزب كليتنا روح وحدة مثلا.